وحياكم الله. المكونات جدا سهلة وبسيطة. عندي كيس ونص معكرونة الكبار الحجم الكبير مفيوحة مطبوخة، وأيضا 6 صدور دجاج مطبوخة وفلستهم أنا الدجاج الجاهز، وعندنا 6 بصلات جوانح، وعندي سماق أصلي بس مو يعني مصبوغ ولا في صبغ، وعندي حبوب الرمان والبقدونس والصنوبر والثوم والبهارات، فلفل أسود وكزبر وملح. أما الخط هذا عندنا زيت الزيتون والكريمة، عصرة الليمون، دبس الرمان. مثل ما عودتكم كل يوم عقب ما أخلص الطبخة أنزل المكونات مكتوبة، وحياكم الله. طبعا كل بداية طبخة المسخن نستخدم زيت الزيتون، هي الطبخة الوحيدة تقريبا اللي استخدم فيها أنا زيت الزيتون. لا تخلونه يحمى وايد، شوية بس. طبعا هذه الطبخة محتاجة زيت زيتون وايد. راح نحمر البصل شوي شوي لما يصير أسود، بس يتحمر عشان ننزل عليه الثوم. بسم الله. طبعا ليش أنا قاص بصل وايد؟ لأن بنخلطها ويا الباستا كيس ونص، وبنخلي شوية حق الوجه فوق، بس كذي المقلة تمام. نبتدي نقولب فيه بالعدال لين يشوقر يصير شوية حمر. شوفوا أول ما تحمر البصل عندنا الثوم، هذا وايد بعد ننزل منه شوية، تحمسونه وياه، لا تخلونه يحترق البصل. أنا وراكم حمسة الدياي، أن إذا صار أسود مو حلو. بس نحمسه كذي، ننطر عليه شوية بس يشوقر، وننزل عليه شنو يبغى. هذا فلفل أسود، ملعقة الشكر، وهذا الكزبر المطحون المحموس، ونرد نحمسه وياه كذي يبغى تطلع ريحة البهارات. السماق خلوه بعد ما ننزل الدياي. شوفوا ما شاء الله، ذبل البصل بزيت الزيتون، نار لا تكون عالية عشان ما يحترق عليكم يبغى. والثوم أخذ حقه في الحماس، والبصل والبهارات. الحين ننزل عليه الدياي ونحمسه وياه. ننزل الدياي المطبوخ فايحانه من أول ومفلسه، قلبونه وياه كذي، خلوه يتبلغ الفلفل الأسود والكزبر والثوم والبصل وياه. إذا احتاج زيت زيتون حطوا له، بدون تقلبون فيه لما يتشرب نرش عليه الصماق. كنا هذه الكمية راهية، بعد أنا عندي مسوي وايد. شفت النار شلون بسيطة؟ شوفوا بدأ يتغير لون الدياي، ينحمس. تعال يبا، شوفوا وش حالاته. قلت لكم النار الهادية والمقلة زينة، وهذه خشب بس تقلبون فيه كذي يبا. الحين ابوي عندنا الصماق. ليش اخرت الملح؟ انا اخاف الصماق مالح. شوفوا هذا غير اللي بنزين فيه بعدين، خير ما يضر الصماق، بالعكس يعطي انطوعه وحلاوه حق حمسه المسخن. قلبونه وياه. شوفوا اللون بدأ يعطيكم اللون الجميل. لازم يكون سماق اصلي، مو يعني تشتري من اماكن موثوقه. هذا اخذته من بيت اللبناني، من البيت اللبناني، صماق اصلي اصلي اصلي. بهذه الاثناء هو ينحمس، نحط عليه عصره ليمون، ونحط عليه دبس الرمان شويه،
بعد ما حمسناها الحمسة الحلوة هذه، تعال شوية قرب يبا، شوفوا مسخن مسخن، شوفوا اللون عندكم كوب كريمة. وإذا شفتوا الكمية مالت الدياي وايد تقدرون تضيفون شوية ماي لأن فيه هو زيت الزيتون. بس نبتدي الحين نحركها لأن راح نخلطها ويا المعكرونة فيبي لها شوية ليونة يبا حالاتها، خلوه يتداخل بينها. شوفوا شلون، تعال قرب يبا خلينا نشوفوا الحمسة ايش حالاتها. خلصنا بس نخلط هاي المعكرونة، نشيل منها الحين شوية حق وجه شو اسمه. بس حتى المعكرونة اللي خلطناها بنحط عليها سماق. هي اسمها اصلا باستا شنو؟ باستا المسخن. كذي احنا خالصين. عندنا اخر شيء بنحطه الملح لان السماق مالح، دبس الرمان فيه ملح، والمعكرونه مو مملوحه. كذي خلصنا. الحين نحولها الى الجدر. نزلناه بجدر فزعه. عندنا المعكرونه شلون تصير مفلله كذي، احنا نعلمكم. كل الناس تلصق عندهم بعضهم. بعد ما تفوحها نقعها ماي بارد. شوف حالاتها ما تنقص عليك، ما تنقص. بس تنطرون شويه كذي ونبتدي. على فكره انا شلت شويه منها ها. بدون ما تكسر ولا شيء ولا ها. طيبه كميتنا كبيره لان ويانا العماله المنزليه. شوفوا تفتل عندك المعكرونه. نقعها ماي بارد وعيش حياتك ليه باكر ما يصير شيء. ننزل خلطه الباستا. شوفوا خلوها كذي تنزل على راحتها. تبونها كريميه زياده تزيدونها كريمه وتزيدونها ماي. بس كذي انا اتوقع انها ممتازه. الحين نسنعها. شوف شلون غنيه بالدجاج المسخن. دخن ايش حالاتها. الحين شوفوا شو نسوي عقبها السناب. عندنا شويه الدياي شلنا من الحمسه تخلونها فوقها كهويه للطبق. تفردونها كذي زين يبا. عندنا السماق. راح تطلع لوحة جميلة الحين تشوفونها. عندنا البقدونس. ايش رايكم؟ عندنا حبوب الرمان. تاكل باستا تستمتع فيها بإذن الله إن شاء الله. عندنا الصنوبر. آخر شيء نطفيها بدبس الرمان. شوية صماق الأماكن اللي ماشي حاشها صنوبر. شوية بقدونس. واعطونا رايكم يا المتابعين في باستا المسخن في هذه اللوحة الفنية ما شاء الله تبارك الله. مكلفة في الدياي